ازاي ربنا بعد ما اتجسد ونزل على الارض هو كان في كل مكان؟ حلوة دي. يعني ازاي ربنا بالرغم ان احنا شايفينه قدامنا متجسد اهو، بيكلم بطرس مثلا، بيكلم ماما العذراء، بيكلم نيقوديموس السامرية، وفي نفس الوقت هو ربنا اللي مالي الدنيا دي كلها. اقول لك يا سيدي، الشمس لما بترسل النور بتاعها بينور الدنيا كلها. صحيح بينور لنا في الأوضة أو بينور لك وانت قاعد بتذاكر، لكن في نفس الوقت مالي الدنيا كلها وبينور الدنيا كلها، بحيث إنك حتى لو استخدمت واستفدت من الشمس اللي عندك في الأوضة، مش معناها إن باقي العالم خلاص مش هيستخدم الشمس لأن هي بقت عندك ومنورة لك المكتب. لا، منورة للناس التانية في بيوتها برضو وكل حاجة. أقول لك تشبيه تاني، بس تشبيه صعب شوية، بس ممكن يساعدكم خالص. بص يا سيدي، لو أنا جبت دلوقتي تلفزيون ماشي، وجبت ريسيفر، عارفين الريسيفر والكارت اللي بيتحط في الريسيفر عشان أيوة. تاخد صورة وكده. ايوه وانتوا كنتوا قايلين لي بتحب الكورة، تمام؟ فلنفرض ان انا جبت ريسيفر وجبت تلفزيون، حطيت الكارت، رحت ظابط الريسيفر، مش عارف ليه تظبيطات كده وكود وبتاع. ايوه. راح عامل ايه؟ راح واخد حاجة اسمها إشارات موجودة في الهواء وراح مطلع لي صورة على التلفزيون. تمام. صح؟ صح. الصورة اللي على التلفزيون دي صورة لعيب كورة مثلا. ماشي. أنا شفتها في التلفزيون عندي، صح؟ وقبل كده ما كانتش متشافة، كانت عبارة عن إشارات في الهواء. صح. لكن بعد كده بصوا الكلمة، اتجسدت قدامي. اللعيب الكورة ده اتجسد قدامي في التلفزيون. ايوه، مع إنه ما كانش متشاف بس اتجسد. طب السؤال الأصعب بقى، هل عشان أنا اتفرجت على الماتش عندي في التلفزيون، هل معنى كده إن بقية التلفزيونات في البيوت اللي جنبينا مش هتعرف تتفرج على الماتش عشان أنا خدته عندي؟ لا طبعا. لو حد عنده ريسيفر برضه هيعرف يتفرج على نفس الماتش أيوة. في نفس الوقت. طب ايه اللي انا بقوله ده بقى؟ ده التشبيه اللي عايز اقوله لكم. ربنا يسوع كان مش متشاف زي الاشارات كده، تشبيه يعني، وبعدين اتجسد قدامنا زي ما تكون انت شفتي التلفزيون اتجسد فبقيت شايفه. لكن مش معنى كده انه اتحدد في التلفزيون، هو موجود في كل حته برضه. ممكن يظهر لحد تاني في نفس الوقت، ممكن يكلم حد تاني في نفس الوقت، وبيدير الكون كله زي الاشارات بتاعه الماتش موجوده في العالم كله. ده ممكن واحد في استراليا يتفرج على الماتش في نفس الوقت اللي فيه واحد تاني في امريكا وواحد في مصر يتفرجوا على نفس الماتش في نفس الوقت. مش عشان هو خد اللعيب عنده في الصوره يبقى مش هيظهر عند حد تاني، هيظهر عند الكل. ايوه صح. يبقى بابا يسوع ما ينفعش نحده في حته، حتى لو قاعد بيكلم بطرس بس هو موجود في كل حته برضه.